انا كنت بعملها زيك بالظبط. يلا بينا، هقولك نحول كبدة الفراخ لكبدة ايه العربيات. شفت الكبدة اللي هي بتتعمل في العربيات كده وريحتها مفحفحة؟ انا هقولك على حاجة هتحطيها فيها بجد هتخليها بالظبط بالظبط اكنها لحمة، اكنها كبدة لحمة، واكنها الكبدة اللي احنا بنشم ريحتها واحنا ماشيين كده في الشارع كده، كبدة العربيات الجميلة دي. انا جبتها وغسلتها كويس جدا، ملح وليمون كده، وصفيتها وقطعتها مكعبات. وبعد كده زي ما انت شايفه كده جبت ليمونتين، حطيت ليمونه ونص عصرتهم زي ما انت شايفه كده، وشلت نص ليمونه على جنب. هنا بقى حطيت حته توميه كده مفرومه، وشلت البذر طبعا بتاع الليمون زي ما انت شايفه كده، وقلب قلب قلب. هنا بقى هحط شويه ملح، شوية كمون حلوين كده كتير، يعني معلقة حلوة كده، نص معلقة كبيرة، وشوية فلفل اسود، وقلب قلب قلب وسيبيهم كده 10 دقايق. وبعد كده شوية زيت تسيبيهم يسخنوا، وانزلي بقى واسمعي التش بتاعت الكبدة الجميلة دي، وشمي بقى الريحة اللي هتطلع بجد فظيعة. هقولك على حاجة هتحطيها هتقلب ريحة الكبدة دي لكنها كبدة لحمة، وغير كده هتبقى كبدة زي كبدة العربيات بالظبط. هنا هنقلب كويس جدا جدا جدا. الخطوة اللي جاية دي بقى انت ممكن تستغنى عنها، عايزة لغاية دلوقتي ممكن تستكفي لغاية كده، لكن انا هحط عليها بصلاية صغيرة وكم واحدة شرايح فلفل. الفلفل ده يا جماعة انا مفرزاه، نصيحة كده، فرزوا فلفل بالاشكال اللي انا وريتها لكم في الفيديو، مكعبات وشرايح جميلة جدا. هنا بقى اخر خطوة، هي دي التركية اللي قلت لكم عليها اللي هتحولها لكبدة لحمة. نص الليمونة اللي احنا شايلينها بعد ما خلاص استوت ونقفل عليها، نقوم عصرين نص الليمونة دي، وخلاص كده بألف هنا وشفا. بجد كبدة جميلة جدا والله العظيم، انا بنتي كلتها وكانت فاكراها كبدة لحمة. بألف هنا وشفا، وجربيها هتعجبك ان شاء الله.